ايه حاضر. جعان قوي. حاضر. 10 دقايق 10 دقايق بالظبط ويكون الاكل جاهز. انا عارفه ان انت لسه جايه من الامتحان وجعانه، يعني انت مستعجله وبتسالي على نوع الاكل كمان. طب انت عايزه تاكلي ايه؟ ما تزعليش، انت عايزه تاكلي ايه؟ فاكرة الحواوشي اللي بابا كان جايبه من مدينة نصر؟ عارفاه، فاكراه، اللي كان فيه جبنه موتزاريلا، صح؟ انا نفسي بقى تعملي لي واحد زيه من ايدك الحلوه دي. وطبعا انا بنتي تطلب وانا عليا التنفيذ على طول، ما اقدرش اتاخر عنهم ابدا. وبما ان بقى اولادنا بيمتحنوا اليومين دول والجو حر، فالموضوع مش طالب فرهده. طلعت بقى كيس اللحمه اللي كان مركون كده في الفريزر وقلت بس نعمل الاكله دي النهارده. تعالوا بقى هقول لكم على اهم التريكات والاسرار بتاع الحواوشي. بس يلا كده الاول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وحطي لايك للفيديو بالله عليكي، تحطي لايك للفيديو عشان يوصل لناس تانية وتستفاد من الفيديو. وتعالوا بقى نعرف اهم التريكات بتاعه الحواوشي. اول حاجه اللحمه لو احنا هنشتريها من عند الجزار لازم على كيلو اللحمه ربع كيلو من البوش اللي هي الدهون اللي هي ما بتسحش. يبقى كده كيلو اللحمه لازم عليه ربع كيلو بوش عشان يبقى طري كده، لما نيجي ناكله اللحمه تبقى طريه كده وحلوه، ما تبقاش ناشفه. دي اول حاجه. تاني حاجه بنحط عليها حته ليا صغيره لو موجوده عندك، انا بقطعها هنا وهفرمها في الكبه. تمام. بنقطع بقى البصل بتاعنا قد ايه يا رشا؟ كيلو اللحمه طبعا عليه ربع كيلو بوش، هتحطي له كيلو الا ربع من البصل المفروم، وعليه قرنين فلفل او 3 قرون فلفل رومي كبار، و3 قرون فلفل حامي، وحبايه طماطم مخليه من الميه او البذر ومفرومه او متقطعه حتت صغنونه خالص. انا فرمتها مع الفلفل كده في الكبه. هنحط كل الكلام ده مع بعض، وهنحط اللحمه كمان وندعك كله مع بعض، وهنحط بهارات الحواوشي. وبهارات الحواوشي دي بيكون فيها نشا، يعني لو انا بعملها في البيت بتبقى تحفه. اكتبوا لي بس في الكومنتات هقول لكم المكونات بتاعتها ايه. كمان بفرمها تاني في الكبه كمان مره علشان تبقى ناعمه بالشكل ده كده وتستوي معايا وتبقى متماسكه. لازم يا جماعه مهم جدا علشان الحشوه تبقى متماسكه في رغيف العيش نحط معلقه دقيق او معلقه نشا. بالنسبه بقى لبهارات الحواوشي بنحط شويه رشه من القرفه صغيره خالص، بنحط 7 بهارات، بنحط فلفل اسود، بنبشر بشره جوز الطيب لو موجود عندك، او البديل بتاعها كبابه صيني مطحونه يعني رشه كده. وطبعا الملح بنفرمهم كمان فرمه في الكبه عشان تبقى ناعمه زي ما انا وريتكم. وبعد كده بقى بنجيب العيش. ومهم جدا الحاجات اللي بقولكم عليها دي التركات يا جماعه مهمه. العيش لازما تقولي للراجل اللي هو بتاع الفرن يعمل لك عيش نص سوا زي ما انتوا شفتوه كده. عبيته انا طبعا اللحمه بكون مقسماها من البدايه عشان اشوف اللحمه هتعمل لي كام رغيف، وبعبي فيها اللحمه بتاعتي وببططها كده ونملى العيش كويس. لو انت عايزه تحطي جبنه موتزاريلا بتحطي فوق اللحمه، طبقه الموتزاريلا بتكون فوق اللحمه. بتولعي الفرن وبتحطي العيش في السجان بتاعتك، بتدهني الصاج بنقطة زيت أو بتقطعي قطعة ليا صغنن كده مع نقطتين زيت، يعني مع مسحة زيت، وبترصي عليهم العيش وبتدخليه الفرن. لما بياخد لون من تحت ولما ما تقلبهوش علشان بيكون ساعات لازق، لما ياخد لون من تحت تقلبيه على الناحية التانية. ويا سلام بقى كمان انا بحطه في الفرن عشان اخلص الكمية كلها مرة واحدة. لكن لو انت هتعملي كمية صغيرة ممكن تعمليها على الجريل من فوق البوتاجاز او في صينية كده من فوق البوتاجاز، هيطلع معاكي زي الفل. ده اللي بالجبنة اهو، بصوا جماله يا جماعة. انا عملت رغيف لبنتي عشان هي طلبته. وطبعا حواوشي يعني مخلي المشكل او الترشي. طبعا لو عايزين طريقه الترشي ده انا عاملاه في البيت، لو انتوا عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات عشان احط لكم اللينك بتاع الترشي. ويلا نسمي الله وندوق. دوقي بقى الخليطه وقولي لي. طعمه حلو قوي عند خالد. حلو قوي. ده الاحلى ولا اللي بابا كان جايبه؟ ده بدون مبالغه. ده دي حاجه معموله في البيت، حاجه كده معموله بحب. بصوا اللحمه قد ايه في رغيف العيش. بصوا حاطين لحمه قد ايه، لحمه بلدي، خادمين الحاجه صح مظبوط، حاطين التوابل بتاعتها الصح، حاطين. بصوا بكفايه ان ايدك دي هي اللي عامله الاكل. جربوا طريقتي وهستنى رايكم. خدوا شويه. هو ايه الميكس الغريب ده؟